هذه للاعلام، ونرجع لضيفنا مشاهدينا الاعزاء. يا مرحبا بك استاذنا غسان في مهرجان الشيخ زايد. يسعدني مساك. بس منور اليوم استاذ غسان. يسعدني انا بوجودك. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. اليوم يجتمعون جميع الفنانين نعم في مهرجان الشيخ زايد، دول مشاركه، اجنحه مشاركه، فن جميل. نحن اليوم نعم. نشوف تبادل ثقافات جميله. نعم. في هذا المهرجان. شو مدى اهميه هذا الشيء بالنسبه لك وبالنسبه لجميع الفنانين؟ طبعا الفنان دائما لازم يخرج من دائره معينه. يعني بالنسبه لنا كفنان سوري لازم اطلع على ثقافات الشعوب الثانيه اللي بيستفاد منها. يعني مثال عندنا هنا في الامارات ما شاء الله تلاقي من كافه الدول تطلع على الثقافه الموسيقيه العراقيه، تطلع على الثقافه الموسيقيه الخليجيه بشكل عام، سواء سعودي ولا سواء اماراتي او قطري وهذا الى اخره، وايضا الثقافات مثلا السودانيه. فهذا المزيج بيعطي للموسيقي قدره على انه يستطيع يحسن مستواه، سواء كان في العزف او يحسن من ثقافته الموسيقيه. جميل. فالموسيقى طبعا دائما الموسيقي لازم يرتقي الى الموسيقى العالميه. اذا اردت ان ترتقي الى الموسيقى العالميه فلازم تطلع على كافه الثقافات الموسيقيه. مثل ما لاحظنا انه بالخليج مثلا محمد عبده او طلال مداح اتجه باتجاه مصر واتجه في اتجاه الكويت وراح في عده دول ليكتسب الثقافه، ولذلك صفى من الفنانين العالميين. جميل. فهي الثقافات كلها تساعد الفنان على تحسين ادائه وعلى اعماله الموسيقيه. نعم. بين مشهد الامس واليوم، نعم، شو اللي تغير في مهرجان الشيخ زايد هذه السنه عن السنوات الماضيه؟ الفعاليات زادت، الفعاليات في فعاليات كثيره ومتنوعه، وتنظيم ما شاء الله التنظيم دقيق جدا. هذا جمال يدل على التكاتف والتعاون. طبعا اي عمل انا بوجهه نظري يجب ان يكون في تعاون وفريق عمل كبير. فريق عمل، لانه انا حتى في مجال عملي كموسيقي لا استطيع ان اعمل عمل فني واقول انه هذا العمل نجح الا من خلال تكاتف، سواء كان موزع موسيقي او سواء عازفين، لحتى ينجح هذا العمل. والعمل بيحتاج الى تعاون وتكاتف. نعم. جميل. بين العزف والتلحين وكتابه الكلمات وتقديم الورشات الموسيقيه، اين تجد نفسك اكثر؟ طبعا هو كله بيكمل نفسه. انا بالنسبه لي التلحين. نعم. التلحين اجد نفسي في التلحين. ليه؟ لانه عندي افكار موسيقيه، عندي هواجس، عندي هذا، من خلال الالحان ممكن اعبر عن هذه الالحان الموسيقيه. طبعا بالضروره لازم يكون ايضا اني استطيع العزف واكون عازف متمكن. كل ما تمكنت من العزف كل ما استطعت اني اوضح الجمل الموسيقيه التي تجول في نفسي بشكل افضل. كل ما قوي العزف، كل ما كان العزف متمكن، كل ما استطاع التعبير عن الجمل اللحنيه. جميل. ولذلك لازم يكون اللحن مع العزف. جميل. نحن بما اننا اليوم تكلمنا عن العزف، نسمع مقطع ثاني جميل منك، شو رايك استاذ غسان؟ اذا هي على الالحان طبعا عندي فيها الله. خصمني لا تخصمني لا وتعودني على الخصام، لا تعاتبني لا تعاتبني لا وتعيشني بالآلام. يكفيني عذابي في بعدك، يكفيني قساوة قلبك، يكفيني عذابي في بعدك، يكويني قساوة قلبك، يكويني الفراق، يكويني الفراق وانا جنبك. الله 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 الله. طبعا هي كلمات والحان. جميل. اعطيت مثال بعبر اكثر. جميل. استطيع نحن اليوم
كيف يقدر اليوم الشخص، وانا اعتقد ان اليوم من الصعب انك انت تعزف وتغني في نفس الوقت، كيف خبرني يعني هل هذه اي شخص مثلا كل شخص يقدر يتقن هذا الشيء ولا هي تحتاج الى وقت ممارسه اكثر؟ تحتاج إلى توافق وتمكن من العزف. عندما أتمكن من العزف أستطيع الغناء، إنما كبداية لا أستطيع العزف والغناء مع بعض. نعم. ليش؟ لأن التوافق العضلي ما بيسمح. ليه؟ لأن التوافق العضلي وقت بدي أعزف أنا لازم الإيدتين هذول يكونوا متوافقات مع بعض. نعم. وبنفس الوقت اللحن وأسمع الصوت وأؤدي الغناء. تأدية الغناء مع الجملة اللحنية هذا بحاجة إلى توافق وتدريب كثيف لحتى أستطيع أني أغني مع العزف. جميل. نعم. شو مدى قمت بتكوين فرقه موسيقيه شعبيه؟ نعم. ما مدى اهميه الاغنيه التراثيه في تعزيز الهويه الثقافيه لدى الاجيال الصاعده؟ مثل ما بيقول مثل ما له ماضي ما له حاضر. صحيح. فنحن دائما حتى موسيقانا اي شيء يبنى على شيء اللي هو الاساس اللي هو التراث وهو الفلكلور. وانا بالنسبه لي سبق وتكلمت انه الفلكلور او التراث اي شيء بعتبره ناجح وقريب من اي انسان سواء بكافه اختلاف الجنسيات وهذا. دائما الفلكلور جميل. انا سوري جيت لهون شفت الفلكلور الاماراتي شدني. نعم. فلقيته فلكلور جميل. يعني لسه لم اطلع بعد على الثقافات الموسيقيه سواء الايقاعات الخليجيه وهذا، بس لقيت شيء شدني شيء جميل. جميل. فدائما التراث بيعبر اول شيء عن البلد. اذا اردت ان تنظر الى الشعب فانظر الى موسيقاه. الله. لازم انظر الى الموسيقى، من خلال الموسيقى بعرف مدى ثقافه هذا الشعب. جميل جميل. الفنان غسان نحن مستمرين معك على الخير. نعم. لكن مشاهدينا الاعزاء فاصل قصير ومن بعد اكيد نتواصل، ابقوا معانا على خير.